النهارده هعمل لكم ان شاء الله الكاتشب ازاي نصنعه في البيت بطريقه سهله وبسيطه. طبعا عارفين الكاتشب بيتحط على البيتزا وعلى البطاطس للاطفال، وازاي احنا نقدر نعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه وصحيه. تعالى اقول لكم المكونات. هنجيب كيلو طماطم مغسول ومتقطع، معلقه نشا، معلقه بابريكا، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه سكر. تعالوا دلوقتي هقول لكم نعمله ايه. المقادير كمان معانا فص ثوم مفروم وعليه معلقه خل. هنجيب حله بتغلي على النار، هنحط فيها الطماطم اللي احنا غسلناها وجبناها وقطعناها، ونسيبها 5 دقايق تغلي. لو وصلت لهذا الجزء من الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أحدث فيديوهاتنا. دلوقتي شكل الطماطم بعد ما غلت في المية 5 دقايق، سيبناها غلت 5 دقايق في المية، صفيناها وسيبناها تبرد. هنحطها دلوقتي في الخلاط بتاعنا ونضربها. الطماطم في الخلاط هنصفيها في حلة كده. دلوقتي صفينا الطماطم، حطيناها على النار. هنحط عليها بقى فص الثوم المفروم، البابريكا، البهارات، الملح والفلفل الاسود ومعلقه السكر. هنقلبهم على النار لحد ما تغلي. نحط معلقه الخل على الخليط، نسيبها تغلي. هنجيب ربع كوبايه ميه ندوب فيها معلقه النشا قبل ما نحطها على الخليط على النار. هنحط معلقه النشا على الخليط، هنقلب. وده الشكل النهائي للكاتشب والكميه اللي عملناها. بص قوامه. ألف هنا وشفا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.